بسم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض وبرامج التسميد جامعة عين شمس واستشاري المزارع. النهارده هنتكلم عن أهمية العناصر الكبرى والصغرى اللي هي العناصر الغذائية للنبات. التسميد والتغذية المتوازنة بالعناصر الكبرى والصغرى أهمية لزيادة الإنتاج وجودة الإنتاج لجميع النباتات، وزيادة كفاءة التسميد. اتباع الدورة الزراعية لمعالجة الأمراض والآفات. لابد من التسميد المركبات NPK زائد عناصر صغرى اللي هي اللوريا أو الفوسفوريك أو البوتاس. طبعا في مرحلة النمو الخضري اللي هو NPK يفضل أن تكون 10 2 4. في مرحلة النمو الزهري 8 6 8. في مرحلة التحجيم 2 4 12 ل NPK. يبدأ التسميد النباتات من ربع جرام حتى 2 جرام لكل نبات على حسب مرحلة النبات وحجمه. في البداية طبعا في بداية النبات ربع جرام، في نهايته 2 جرام. بتصل إلى 10 جرام في طبعا الأشجار ومحاصيل الفاكهة. من العناصر الكبرى المغذية للنبات عنصر النيتروجين، عنصر الفوسفور، عنصر البوتاسيوم، عنصر الكالسيوم، عنصر الكبريت، عنصر دي العناصر الكبرى التي يحتاجها النبات بكمية كبيرة. أما العناصر الصغرى يحتاجها النبات بكمية قليلة وهي غير حرة، مثال الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبرون والمولبيديوم والكوبالت والكلور وغيرها، والمولبيديوم طبعا وغيرها لم يذكر، على حسب كل نبات وكل احتياج أرض. لذلك لابد من تحليل الأرض، تحليل التربة، لمعرفة كتابة برنامج التسميد، هل هو في عناصر متوفرة أو عناصر ناقصة. لازم ذلك طبعا يكون بتحليل الأرض وتحليل المياه، ولكل نبات أو كل أرض برنامج تسميد خاص بها من تربة وإلخ. موجود في طبعا العناصر الكبرى والصغرى موجودة في الأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية والأسمدة الكيماوية وحريق الأشجار وكنسة الشوارع. بنطلبكم تدعمونا ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.